السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة جاية لكم بأكلة هتعجبكم جدا. الأكلة دي انت بتشتريها بره بثمن غالي جدا. اولا قولي لي ايه رأيك قبل ما ابتدي اقول لك ايه هي واقول لك مكوناتها. الأكلة الحلوة دي القمر دي ما كملتش معانا 50 جنيه. كملي الفيديو وانت هتعرفي اكلتنا النهاردة ايه هي. بس قولي لي ايه رأيك في الأكلة الجميلة ديت. يلا نبتدي يا حبايب قلبي الوصفة والمقادير وانت هتعرفي اكلتنا ايه النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة جايبه لكم وصفة هتعجبكم جدا. قبل ما نبدأ فيها ونقول المكونات، اللي اول مرة يدخل قناتي ما ينسانيش في اللايك والاشتراك عشان يوصل له كل وصفة جديدة من مطبخ رحاب البدري. النهاردة عندنا الوصفة بتاعتنا أجنحة واللي هي الدبابيس. ماشي، هنعملها بطريقه حلوه قوي زي كوكي اللي احنا بنشتريها، بخلطه جميله جدا هتعجبك جدا ومش هتشتري كوكي تاني لو انت جربتيها. احنا عندنا الاجنحه مقطعاها ومنضفاها بالطريقه ديت اللي انتوا شايفينها. المكونات بقى بتاعتنا ايه اللي احنا هنعمل بيها او التتبيله بتاعتنا. عندي اول حاجه التتبيله بتاعتنا كوبايه لبن هضيفها هنا، وعندي ليمونه كبيره معصوره ومعاها 3 معالق خل هنضيفها على اللبن. والتوابل بتاعتنا عندنا كيس ماجي فوريه، ده بيدي طعم حلو جدا للكوكي اللي احنا هنعملها. وعندنا التوابل معلقه ملح متوسطه مش كبيره عشان الماجي فيها ملح، يبقى معلقه ملح او نقول معلقه ملح صغيره، معلقه فلفل اسود صغيره، معلقه بابريكا، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، نص معلقه جنزبيل، ونص معلقه زعتر مطحون. يبقى زي ما احنا قلنا المكونات بتاعتنا. هنضيف بقى كل ده على اللبن واقلب كل ده مع بعضيه كده. كده بعد ما قلبنا الخليط ده عندي كوبايه دقيق وعليها معلقتين كبار نشا هضيفهم على اللبن، واقلب كل ده كده مع بعضيه. انا عايزه سمك العجينه بتاعتي او التتبيله بتاعتي بالسمك ده. هبتدي ان انا اضيف عليها الاجنحه بتاعتي. وابتدي اقلبها عشان كل الخليط يتجانس مع بعضيه. طبعا لو انت هتشتري الاجنحه من بره، انت الجناح بتفصليه 2، بيبقى فيه اللي هي القطعه اللي هي الدبوسه واللي هي القطعه دي، فانت بتقسميه 2 على اساس بيبقى الطعم احسن وفي نفس الوقت التتبيله بتدخل في كل ايه الجناح بتاعك. اهو دي الدبوسه وده الجناح، هما الاتنين بيبقوا كده مع بعض، انت بتفصليهم كده. احنا الخلطه بتاعتنا كده خلصت كده اهو، تبلتها كويس. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ لو انت هتعمليها في نفس اليوم بتسيبيها ساعتين في التلاجة، وبعد كده بتطلعيها تشتغلي بيها على طول وتجهزيها.
انا مش هعملها النهارده، انا هعملها بكره. فانا كده جهزتها وهحطها في التلاجة، وهبتدي بكره ان شاء الله اجهزها. يبقى كده احنا عرفنا التتبيله بتاعه كوكي تبقى هي ايه ومكوناتها ايه. هي مكونات بسيطه جدا وسهله، وهتديكي طعم ممتاز جدا. لو جربتي الوصفه دي هتعمليها على طول. نرجع لكم بقى اول ما نطلعها من التلاجة ونبتدي نشتغل فيها. هنرجع ونشوف هنعمل ايه تاني. كده يا حبايبي احنا خلصناها. هنعمل ايه بقى فيها دلوقتي؟ هنبتدي ان احنا نغطيها عشان نحطها في التلاجة كده. هغطيها كلها وهحطها كده في التلاجة، وبكرة ان شاء الله هنخرجها ونبتدي نشتغل فيها. كده يا حبايبي رجعنا لكم بعد ما قعدت الاجنحة يوم كامل في التلاجة. كده خرجناها، ودلوقتي بقى هنحط الكفر الخارجي بتاعها. ايه الكفر الخارجي؟ هو كوبايتين دقيق، 3 معالق كبار نشا. التوابل طبعا هي بس زيد عليها الكمون، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره زعتر، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه ملح صغيره، معلقه فلفل اسود بس، ومعلقه الكمون اللي احنا قلنا عليها. ده كده الكفر الخارجي اللي انا هعمل بيه الاجنحه. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هجي كده هقلب الاجنحه عشان لسه خارجه من التلاجة. اقلبها كلها في بعضيها قبل ما ابتدي اشتغل فيها. كده هنقلبها اهو كويس تاني. هبتدي بقى ان انا اشتغل فيها. انا عندي هنا طبق فيه ميه، هنعمل بيه ايه؟ هوريكم هنعمل بيه ايه. اقلب الاول التوابل كلها مع الدقيق. كده قلبناها كويس. هبتدي كده اخد جزء من الاجنحه، هبتدي اعملها كده. ده الكفر اللي قلنا ايه الخارجي، واحطه في الميه وارجع تاني. ده ابني الصغير بيبوسني وانا بشتغل معاكم. هاي ماما انا عايزه صورتي. ناخد واحده تاني. طبعا اثناء ما انا اعمل ده انا حاطه زيت على النار عشان ايه؟ ابتدي اقلي على طول. طريقه سهله والنتيجه في الاخر هتعجبك جدا. ممكن بقى تقولي ايه؟ كوكي، كنتاكي. طريقه حلوه قوي قوي قوي، وهتوفر عليكي ان انت تشتريها من بره، وارخص كتير من بره، واكله سهله وبسيطه في عمايلها. ده الجناح. كده ده الجزء اللي عملناه، هنحطه في الزيت ونرجع بعد كده نكمل الباقي. كده هبتدي احطه في الزيت. طبعا ما بنملاش الطاسه، لازم يبقى ايه في مسافه بين كل واحده وواحده عشان تديني نتيجه كويسه.
كده قلبناه اهو. كده يا حبايبي هنطلعه بقى. كده بقى هنخلص كل الكمية ونرجع لكم بعد ما تخلص كلها نوريكم الشكل النهائي. ورجعنا لكم يا حبايب قلبي بعد ما خلصنا الكنتاكي او نقول الكوكي. الوصفه اللي احنا عملناها طعمها احلى من الاتنين، وعملنا جنبيها مكرونه. ده كده كان الفيديو النهائي بتاعنا، وده الشكل النهائي للفراخ بتاعتنا او اجنحه الفراخ. ايه رايكم في الشكل النهائي؟ اتمنى تكون الوصفه عجبتكم وتكون بسيطه عليكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفه جديده فضلا وليس امرا من رحاب البدري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.